تحليل البنالتي اللي وقع فيه النادي الاسماعيلي في مباراة اسوان. هنا بداية الكرة رمي التماس، وهنا الموقف دفاعي 3 ضد 3 وداخل ال 18 4 للاسماعيلي ضد 3 باستثناء سيرجي أكو. وهنا الموقف الدفاعي سليم داخل منطقة الجزاء. المفروض هنا يقرب سيرجي عشان يعمل كفر او تغطية ويلم ورا الثلاث لعيبة اي خطأ. اسوان في معظم مبارياتها في رميات التماس في الثلث الاخير كانت بتلعب رميات تماس طويلة داخل ال 18، ولكن بوجود 2 لعيبة واللاعب المنفذ لرمية التماس، فهنا اتأكد ان الكرة هتتلعب رمية تماس قصيرة. بعد ما اللاعب عمل فينت وقدر يخرج بالكرة من الضغط، هنا سيرجي كان بعيد طبعا مسافة كبيرة وكان واقف على كلتا قدميه، وتقريبا معظم لاعبي الدوري المصري بيعملوا كده، وده بيأخر الستارت او لحظة البدء بتاعة اللعيب. هنا سيرجي حس انه متأخر وبدأ في الاندفاع والضغط بتهور، رغم ان من الممكن يكون ملمس رجل اللاعب، ولكن احتسبت ضربة جزاء. كان ممكن سيرجي لو حس انه متأخر اثناء الضغط ياخد خطوتين ويقف ويعمل تأخير للعبة لحد ما الموقف يتحسن، او يبتدي اللاعب ياخد قرار مختلف عن المراوغة بالشكل ده ويحصل ضربة الجزاء.